جاي على بالكم سناك يكون سهل وسريع وأفكار جديدة ومختلفة؟ تعالوا شوفوا معي شلون بدي أحضر الرايس كيك بأكثر من توبينج. بس قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا كنتوا لسه مو مشتركين بقناتي مطبخ إسراء كيتشن 1، يا ريت تشتركوا وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. راح أستخدم الرايس كيك اللي بيجي بدون نكهة وبدون ملح، هو في منه طبعا أكثر من نوع بكذا نكهة. راح أخذ أول قطعة وراح أدهنها باللبنة. استخدموا أي نوع لبنة أنتوا بتحبوه أو حتى أي جبنة كريمية. راح احط عليه زيتون مقطع بدون بذر، ممكن تحطوا كمان زيت زيتون على الوجه، ترشوا نعناع اوريجانو اللي انتم حابينه. القطعة الثانية كمان دهنتها باللبنة وحطيت خيار وبندورة ورشة من النعناع، وكمان رح ادهنها بشوكولاتة الدهن. هي سبق كمان اني عملتها بالقناة، نزلت الفيديو. رح احط لكم رابط الوصفة بصندوق الوصف. حطيت شوكولاتة وعلى الوجه بندق محمص ومطحون. والقطعة الثانية حطيت قطع من الموز فوق الشوكولاتة، وكمان في قطعة راح ادهنها بزبدة الفول السوداني، كمان هاي سبق واني عملتها عندي بالقناة. راح احط لكم رابط تحضير الزبدة بصندوق الوصف. حطيت بلوبري ورشيت الجرانولا اللي هي الشوفان المحمص مع الفواكه المجففة. وكمان كفكرة غير ممكن تحطوا موز على زبدة الفول السوداني. يعني أفكار مختلفة، أفكار شو ما بخطر على بالكم حطوا. إذا عندكم أي أفكار تانية اكتبوا لي بالتعليقات. بتمنى أنكم تكونوا حبيتوا هذا الفيديو السهل السريع. استنوني إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.